السلام عليكم غزالاتي، أهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في مطبخ غزلان تلمسانية. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم كامل في تمام الصحة والسعادة يا رب. اليوم جيتكم بوصفة من وصفات زمان، وصفة تقليدية، وهاد الوصفة خاصة بالسيدة رزقي. هاد الوصفة اللي كانوا بكري يعملوها في الأعراس، يعملوها في المناسبات السعيدة، تجي بزاف بنينة وخفيفة. قبل ما نجوزو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، ما تبخلونيش بالجيم ديالكم اللي يدعمني ويشجعني وفرجة ممتعة. بسم الله بها بدينا وعلى النبي صلينا، صلوا عليه كاملين يا الحباب. بالنسبة للمقادير راح نحتاجو 6 حبيبات تاع البيض. هادوك البيض لازم نفصلوا الصفار عن البياض، ولازم يكونوا يعني خرجتوهم بكري من الثلاجة. اذا انايا فصلت الصفار على البياض، بديت بالبياض، زدت له قريصه تاع الملح وراني نطلع فيه بوحدو، نطلعوا البياض بوحدو. يعني بالباتور راح يعني واحد 10 دقائق وانا هكذا نضرب بالباتور باش تحصلت على هاد الرغوه هاديه تاع البيض. فوالا نخليوها دو كوتي. لهنايا عندي 250 غرام لا مارغرين اللي لازم تكون طريه. راح نضيفوا لها كاس ناقص أسبوعين من السكر العادي، ما يعادل 200 غرام. هذاك الكاس اللي شفتوه يرفد 220 ملي عادي كيما الكاس تاع ام وليد. ولهنا كنت زدت ايضا ملعقه صغيره ممتلئه من الفانيليا. وراح نسي ندمج مليح لا مارغرين تاعي مع السكر حتى نحس بلي هذاك السكر بدا يذوب مع الزبده. دونك هنايا خلطوا مليح مليح. فوالا بعد ملي حسيت هذاك السكر خلاص بدا يذوب ونسجم مليح مع هذيك لا مارغرين، الان زدت كاس تاع الفارينه ما يعادل 150 غرام. ولهنا حنزيدو كيس تاع الخماره وزن 10 غرام. يعني المقادير انا عندي بالميزان وضبطهم لكم بالكاس ايضا، وراح نخليهم مكتوبين بالميزان وبالكأس في صندوق الوصف. دونك نخلطوا هذيك لافارين دائما بالباتر، نسيو ندخلوها مليح مليح دوك تحسوا بلي لاباط هذه راها تبدي تتشكل شغل. دوك من بعد نحلوها مليح بالبياض البيض. لهنايا نجيب بياض البيض ديالي، راح نزيد له 2 معالق صغار من عصير الليمون ما يعادل ملعقه كبيره. وراح نزيد له ايضا قشور الليمون. كنت حكيت حبه ليمون، فوالا زدت هذاك القشور باش نتخلصوا من الرائحه تاع البيض. ولهنايا ماشي لازم تزيدوا غير ملعقه كبيره تاع عصير ليمون، تنجموا تزيدوا 2 معالق 3 معالق كيما تحبوا. دونك هنايا عملت نصف كميه بياض البيض، نصف كميه بياض البيض زدتها للخليط تاعي، وبديت كيما راكم تشوفوا غير بلا سباتول ندخل كيما هكذا في بياض البيض. شوفوا الطريقه كيفاش. دونك زدت غير نص بياض البيض. في هذه المرحلة قبل ما نزيد نكمل بياض البيض راح نزيد 2 كيسان ونص من الكاوكاو اللي يكون محمص ومرحي، ما يكونش محمص بزاف خشين وماشي بزاف رقيق، يكون في الوسط يعني. والنتيجة باش تجيكم شابة يعني ماذا بكم يكون عندكم الكاوكاو تاعكم طري، يعني تكونوا عاد كي حمستوه وضفتوه. انا صراحة كان عندي ما كنتش محمساته مباشرة يعني وزدته، كان عندي يعني في علبة كان عندي محفوظ. بصح الوصفه تجي بنينه كي يكون عاد الكاوكاو يعني غير كيما شريتوه وحمستوه مباشره استخدمتوه في الوصفه. الان بعد ملي دخلت هذاك الكاوكاو نزيد نكمل بياض البيض، نزيدو بالعقل بالعقل ونخلط بالطريقه اللي وريت لكم غير بلا سباتول حتى داك الخليط يتعلق معايا ويطلق روحه شويه. هذه وصفه صدقوني بزاف بنينه، ولا غير كانوا يعملوها بكري كانت دايه سكسي كبير كبير، سواء يقولوا لها كاستيل ولا يقولوا لها غاتو روس. بزاف بزاف بنينه، وكيما قلت لكم المقادير كانوا عند الوالده تاعي كتبتهم بالغرام. فوالا هنايا راح نجيبو سنيوه اللي القطر ديالها 30 على 24 سنتيم، نعملوا لها البابي كويسون ونفرغوا عليها الكاطو تاعنا. شوفوا القوام ديالو كيفاش يجي معلق. دونك هنا تاني نعطيكم ملاحظه، ماشي لازم تنخدم بالكاوكاو، تنجموا تخدموها باللوز ولا بالجوز،
يعني ماشي ضروري انك تخدميها بالكاوكاو، يعني تنجمي تخدميها باللوز ولا بالجوز. بالنسبه لمقدار الكاوكاو اللي يدخل، انا عبرته لكم 2 كيسان ونص، بالجرام 300 غرام. هذه هي. اذا شحال ما يكون عندكم الفارينه يكون ضعفها المكسرات، يعني عملنا 150 غرام تاع لافارين يكون الضعف تاعها تاع المكسرات. اذا نسوي مليح مليح السطح تاعي، من الاحسن بلو كوبات هكذا باش الكاستيل تاعي تجيني طايبه على حبه، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه، باش تجيني بيان. نواسيها مليح مليح وندخلها للفرن، ما يكونش قوي بزاف، يعني يكون انا دخلتها على فرن 150، خليتها طيب غرد غردها، ما يكونش قوي الكاستيل. راكم تعرفوا لا مورانك بالخف الطيب. اذا نطيبوها من الاسفل وغير نشوفوها تحمرت نخرجوها. لهنا عندي 6 صفار تاع البيض، راح نزيد لهم 2 كيسان مقبين من السكر الناعم. راكم تشوفوا هذاك الكاس مقبب من السكر الناعم، ما يعادل 300 غرام سكر ناعم. ونبدا ندخل فيهم في صفار البيض، وزدت ايضا عصير حبة قارص، زيدوا عصير حبة قارص وتطلعوا مليح مليح هذاك السكر الناعم مع صفار البيض. صدقوني صدقوني هاد الخلطة بزاف بنينه. كاين اللي يتحسس من صفار البيض، هنا زدت لافاني، نزيدو حتى لافاني هنايا، ما نكتفيوش فقط بالليم، زيدو حتى لافاني، باسكو لافاني راح تساعد باش تنحي لكم ريحه البيض. وانا كنت نزيد وندوق، يعني نخلط وندوق نخلط وندوق حتى اللي وليت ما نشمش الريحه كامل تاع البيض. بالنسبه للتخلاط تاع هاد يعني هاد الطبقه اللي تجي من الفوق مهم جدا. شوفوا انا ندوق دوكا الان عجبتني، خلاص ما نزيدلهاش الليمون. التخلاط لازم تحصلوا على الخليط هكذا ابيض، ويكون القوام ديالو يعني ثقيل نوعا ما كيما الطليه تقريبا. شوفوا كيفاش داير، لازم يكون كيما هكا، ما يكونش جاري بزاف باسكو راح يغبنكم ويعذبكم. مي كي تخلوه كيما هكا راح يجي هايل. واش هو السر؟ طلعوه مليح بالباتور. والاضافه اللي زدتها انا لهاد الوصفه وعطاتها بن عجيبه هي الفوغاج بيستاج اللي زدته في هاد الطبقه اللي من الفوق. زدت هنا ملعقه صغيره ممتلئه جيدا من الفوغاج تاع البيستاج. هكذا حبيت نتحصل على طبقه تكون لونها يعني اخضر فاتح، يكون ذوقها بالبيستاج. نخلط غير واحد شويه، راح نزيد هنا ليكستري تاع البيستاج هذاك اللي يعمروه، يعني بزاف يا بنين يعطيكم اللون والمذاق. نخلط واحد شويه، هنا مازال خاصها زدت شويه داك ليكستري، ولهنا زدت شويه فوغاج. بديت بشويه بشويه نزيد الفوغاج وليكستري حتى اللي تحصلت على اللون اللي حبيته يكون كطبقه من الفوق. هذا هو اللون اللي حبيت نتحصل عليه. نخلي هذيك الجهه هذيك الطبقه بجيه، ولهنا نجيبوا هذيك شويه اللي حيدناها، عملت لها هنايا ليكستري تاع الكراميل، وراح نزيد لها 2 معالق صغار تاع الكاكاو. الكاكاو لازم يكون نوعيه جيده. وراح نخلط هذه للديكور والتزيين، يعني حبيت نعملها لكم تزيين تاع زمان، ولكن البنه تاع دروك، يعني هذه فقط الطبقه الاخيره. هنا كاين بزاف اللي عندهم حساسيه من صفار البيض، يقول لك باللي يعني والله العظيم زعما صدقوني والله غير هاد الطبقه تجي بزاف بنينه وما تحسوش كاع بالبيض وما تشموش كاع ريحه البيض، وهي دايره هكا، يعني هذه وصفه زمان دايره كيما هكا. ولكن اللي ما تحبش تعمل صفار البيض تنجم تعمل الطليه، ولا تنجم تعمل لا كريم بور. انا راني عامله ديجا كاستيل في قناتي بلا كريم بور، بعجينه عفوا بالكريمه الزبده. دوك نخلي لكم الوصفه في الفيديو من الفوق تشوفوها، اللي تحب تجرب الكاستيل بكريمه الزبده. ولكن هذه كاستيل تاع الزمان ما نجموش نحيو فيها حتى حاجه ابار هكذا، بدلنا في الذوق فقط تاع هذه اللي من الفوق. يعني هاد الطبقه اللي من الفوق هي لازم تجيب صفار البيض مع السكر الناعم، وما تخافوش منها لانه السكر هو يعتبر كحافظ، يعني هو اللي راح يحفظ لكم هذاك البيض وما يصرالو حتى حاجه. يعني السكر هو هنا يعتبر حافظ. وشفتوا شحال تاع السكر؟ 300 غرام، ما يعادل 2 كيسان مقبين مليح مليح. هذه هي. وصدقوني والله ما تشموا فيها ريحه البيض، تحسبوها طليه صراحه. وشنو هو؟ كثروا فيها لو جو دو سيترون، يعني عصير الليمون، وعملوا ايضا لافاني، وايضا ديروا لها الاذواق اللي تحبوا. كاين اللي يحب هاد الطبقه من الفوق بالليم، ديري لها ليكستري تاع الليم. انا كان عندي ليكستري تاع الليم نعملها بالليم، بصح ما كاش عندي، وكان عندي فوغاج بيستاج. قلت وعلاش لا ما نعملوهاش بالفوغاج بيستاج لاول مره. ما كانش انا ما شفتش انا هاد الكاستيل تاع زمان بالفوغاج تاع البيستاج هكذا باش يختلفوا الافكار.
وجينا نتيجه شابه وبنه هايله. دونك وهذوك كيما شفتوني هذيك اللي نحيتها عملت فيها الكاكاو، زينتها بخطوط من يعني ماشي شوكولاته، خطوط من هذيك الطبقه فوالا. وزينتها كيما كانوا يزينوها بكري هكذا، كانوا يزينوها كيما هكذا، يعملوا لها كيما الملفاي فوالا. وهنايا خليتها في المجمد واحد 10 دقائق فقط. هي نورمالمون تخلوها لساعات في الثلاجه، لازم تخلوها لساعات في الثلاجه حتى تشد روحها مليح مليح باش عاده تقطعوها، سينو راح لا فورم ديالها تتخسر. وهنا كل مره نفوت السكين نعاود نغسلو ونشفو. دونك هنا عاود بدات شويه، حسيتها بدات شويه تذوب، عاود ندخلها شويه في المجمد ونعاود نبدا نقطع معكم. انا هنا تقلقت قطعتها باش نكمل لا فيديو ونقدمها لكم، ولكن نتوما شحال ما تخلوها في الثلاجه سوايع ومن بعد تقدموها وتاكلوها حتجيكم بزاف بزاف بنينه. وهذيك الطبقه راح تشد روحها باسكو انا كي باتت لي بزاف جاتني البنه مختلفه بزاف، هايله هايله بزاف بزاف. دونك شوفوا معايا الحبه تاع الكاستيل تاعنا تاع زمان، هذا هو الباتيسري تاع زمان والله غير بزاف بنين صراحه. هاد الوصفه قديمه بزاف بزاف وكانت من تقديم السيده رزقي الله يذكرها بالخير. ولا حبيتوا هكذا وصفات قدام يكونوا خاصين بسيده رزقي، كتبوا لي في التعليقات نجيب لكم الوصفات اللي راهم عندنا حاليا واللي كانوا دايرين ضجه بكري. ماذا بيا احنا نزيدوا نرجعوا الوصفات تاعنا تاع زمان. ولهنا غزالاتي لحقت معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله يا ربي هذه الوصفة تكون عجبتكم بزاف، ان شاء الله يا ربي تجربوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم وتبعتوا لي آرائكم. ما تبخلونيش بالليجام ديالكم، الرأي ديالكم يهمني بزاف، والدعم ديالكم البارطاج تاع لا فيديو هكذا باش تلحق الأكبر عدد من المشتركين. ولهنايا دقتها واش نقول لكم بالنهبال شهيتكم في الجنة ومع السلامة.